ਗਾਣੇ ਨੇ ਲੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਚ ਘੱਟ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਉ ਸਵਰੋ ਦਾ ਬੂਏ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੋ ਹੀ ਆ ਸਪੀਡੀ ਗੋਜ਼ਾਲੇਸ arriba ਜਨੀਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਬੀਬਾ السلام عليكم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أسباب الأمراض التنفسية اللي ممكن تصيب طيورنا. العوامل البكتيرية. عندنا أنواع كتير من البكتيريا زي البستريليا، الميكوبلازما، الهيموفايلوسيس. دي كلها بتسبب التهابات في الجهاز التنفسي للطيور. الفيروسات. الطيور ممكن تتصاب بكتير من الفيروسات زي انفلونزا الطيور والفيروس البرونشيتي، وطبعا الفيروسات دي بتأثر على الجهاز التنفسي للطيور. العوامل الفيروسية. في طيور كتير ممكن يكون عندها حساسية من التراب أو تراب الفضلات القديمة أو حتى ريحة الصدى اللي بيبقى موجودة على سلك العيون اللي عايشة فيها. وطبعا طالما في حساسية من الحاجات دي يبقى لو اتوفرت وبقت موجودة أكيد هيحصل التهاب في الجهاز التنفسي. العوامل الفيزيائية. العوامل الفيزيائية دي ببساطة هي ظروف البيئة المحيطة بالطيور، يعني درجات حرارة منخفضة، تهوية سيئة، تيارات هوائية. طبعا كل دول سبب رئيسي في التهابات الجهاز التنفسي للطيور. العوامل الغذائية. لو حضرتك مش عامل توليفة كويسة ومتوازنة في التغذية، يعني توليفة فيها كل العناصر اللي الطيور محتاجة ليها، هيضعف الجهاز المناعي بتاعها وهتبقى عرضة أكتر للأمراض التنفسية. التوتر والإجهاد. التوتر عند الطيور بيكون سببه الرئيسي التزاحم، يعني الزحمة. يعني نحاول بقدر الإمكان ما نملاش مطرتنا على الآخر ولا شيالاتنا، لأن زحمة الطيور وتلزيقها جنب بعضها بيوترها. النقل المفاجئ كمان. لو نقلت طيورك في شيالات صغيرة وكملت اللوحة وخليت الشيالات زحمة وبعدتهم مكان بعيد أو سفرية طويلة من غير ما تكون مجهزهم صح، أو بطريقة مفاجئة من درجة حرارة المكان بتاعهم للشارع خبط لزق، يبقى أنت كده عرضتهم لدرجة حرارة مختلفة وتيارات هوائية مفاجئة، وده طبعا أكيد مش صح. بص هقولها لك ببساطة: زحمة أو درجة حرارة منخفضة أو تيارات هوائية هيبقوا عرضة أكتر للأمراض التنفسية. كده احنا قلنا كل الأسباب اللي نعرفها اللي ممكن تخلي الطيور تتصاب بالأمراض التنفسية. بأمر الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أعراض الأمراض التنفسية. استنونا وتابعوا حلقات. ألف سلامة عليك.